السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وهذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كنسلم عليكم كاملين المتتبعين ديالي الجدد والضيجة القدام معنا، ومرحبا بكم. ولا كنتي اول مرة كتشوفي القناة كنتمنى تشتركي معنا، وعلاش لا واحد لايك الا عجبك المحتوى ديال القناة. ومرحبا بالجميع. اليوم كما شفتوا جبت لكم بسبوسه عند طلب واحد متتبعه عندي، كنوجه ليها تحيه من هذا المنبر، وكنعتذر منها انا عطلت عليها شويه الفيديو. المهم كما شفتوا راها كتجي هشيشه وكتذوب في الفم، وبطريقه سهله ومكونات اقتصاديه. كما شفتوا راه كتجي رائعه، غير غادي تجربوها تولي دائما معتمده عندكم. يلا نمشيو نشوفوا المقادير. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ معكم بالمقادير كما شفتوا راها مكتوبة على الشاشة. كما شفتوا باش ما غاديش نتلفوا، عندنا حاجة عندنا كاس ديال سنيدة، كاس ديال الكوك كما شفتوا، من الأحسن يكون نوعية جيدة. عندنا كاس ديال الحليب، وعندنا كاس إلا ربع زيت كما شفتوا، إلا ربع ما عامرش. وعندنا يوغور، وعندنا بيضة واحدة، وعندنا فاني، وواحد خميرة الحلوى، يعني حاجة من كل واحد. وعندنا هنا مبشور ديال الحامض اللي تقدروا تستعملوا مبشور الليمون. هنا كما شفتوا بيضة واحدة باش يعني ما غاديش كما قلت لكم مقادير اللي هي سهلة، يعني حاجة من يعني كاس واحد من كل حاجة. هنا كما شفتوا درنا البيضة ديالنا، المبشور الحامض اللي هو كان، وزدنا السكر، غادي نخلطوه مزيان، خلطوه يندمج مزيان، حيت عندنا هاد في الاول اللي كنخلطو مزيان صافي. من بعد انا غادي نزيد معكم واحد كاس ديال السميد اللي نسيت ما حطيتوش دابا. كما شفتوا غادي نضيف داك الزيت، كاس الا ربع كما قلنا. الا كان عندكم مول صغير غادي تعبروا بهاد كاس د العنبه، والا كان مول كبير او بغيتو ديروها في المقله د الخبيز ديال اللي كنخبزوا فيها الحرشه تكون كبيره، كديروا كاس كبير. يعني الكاس نتوما اللي كتحكموا في الحجم ديال الكيك على حسب المول اللي عندكم. انا عندي مول صغير استعملت هذا. انا ديجا كندير الصراحه الكبيره، ولكن حيت البنت اللي شافت هذا الفيديو طلبته مني، شافت درتها بهذا الكاس د العنبه في المول الصغير صافي، وقلت غادي نديرها في نفس المول باش يعني هذا. اما هي تقدروا تستعملوها يعني الا كان مول كبير غديروا كاس كبير، نفس المقادير تبقى بيضه واحده كل شيء، غير الكاس اللي يتبدل الحجم ديالو. كما شفتوا من بعد ما خلطنا ضفنا الحليب. هذه صراحه كتجي ساهله. وهنايا غادي نضيف الفاني، تقدروا تضيفوه مع السكر سنيده صافي. ونضيف هنايا اليوغور والكوك. صراحه كتجي ساهله في دقائق كتوجد، وصراحه كتنجح لك من اول تجربه، وكتجي هشيشه بواحد الشكل مهم ما نقول لكمش، كتذوب في الفم. صراحه جربوها غتولي معتمده عندكم فين ما يكون شي ضيف ولا هذا، ولا غير نتوما حبيتو ديروها لراسكم. يعني ما كتلقى يعني شي حاجه ما لقيتي ما ديريه في ميريندا ولا هذا، كتنوضي دغيا كتوجد، وكتجي زوينه يعني كتحمر لك وجهك صافي. هنايا كنخلط مزيان الكوك. هنا كما قلت لكم السميد ما حطيتوش معكم، كاس من كل حاجه. غادي ندير الخماره ديالي. الخماره عندي من وزن 15 غرام، هما جوج خمارات ديال المغرب صافي. دابا ما بقيتش غادي نخلط بالضرب اليدوي، لان السميد بغيت انا البسبوسه ديالي ما تجيش معجنه، بغيتها تجي حبه على حبه، السميد يبقى حبه على حبه. هذا السميد الرقيق اللي كنديروا به الحرشه، ماشي الفينو، السميد الرقيق صافي. هنا كما شفتوا حيدت الخلاط اليدوي وغادي نخلط غير عادي
صافي كبيت داك الكاس السميد. كما قلت لكم هاد المقادير ساهلين، ما غاديش تلفوا عليهم. علاش؟ لان كاس السميد، كاس الزيت، كاس من الحاجه. وكما قلت لكم الحجم ديال المول هو كتحكمي في الحجم ديال الكاس على حساب الحجم ديال المول. يعني الا كان صغير غديري كاس العنبه، والا كان المول كبير غديري كاس كبير. صافي كما شفتوا راه كتجي القوام ديالها خفيف بزاف. راكم عارفين السميد والكوك كيتجمعوا، يعني راه كيشربوا. صافي هذا هو القوام ديالها، كيجي هكا خفيف. صافي هنايا اما غادي دهنوا المول وتدردروا عليه السميده. انا خلاص غير دهنته ودرت داك ورق الزبده. لكم الاختيار، هي من الاحسن غير دهنوه وديروا السميد باش من تجيو تقطعوا ما يبقاش يمشي لكم هاد الورق الزبده معكم. انا صراحه كنت زربانه وصافي، حيت هذه غير كنت مصايباها باش خارجه غدا عند واحد الصديقه ديالنا غاديين. صافي كنت غنديها معايا وقلت علاش لا ما نصورهاش معكم. صافي كما شفتوا كما كبيتها هنايا في المول، غادي ندخلها الفران سخون على 180 درجه. كنشعل عليه اكيد من التحت حتى كنشوفها صافي يعني قريبه طيب. هي ما كتاخذش بزاف ديال الطياب. من بعد كنشعل عليها الفوق. هنا غادي نصايب السيرو. عندي نص كاس ديال السنيده، وعندي كاس ديال الماء، وعندي الحامض، نص متهاب الحامض، قشور الحامض. صافي كنخليه حتى كيغلى. بعد ما كيغلى لي مزيان كنصفيه. وهنا اختياري، اما كتعصروا الليمونه وكتزيدوها عليه، واما كديروا ماء الزهر، يعني حسب المذاق اللي بغيتو. انا اكتفيت درت بشويه ماء الزهر. الا بغيتو ديروا عصير الليمون كديروا بعصير الليمون. انا كل مره باش كنديرها، يعني الا بغيتو عصير الليمون كيفاش كيوجد هكا السيرو كنعصر هكا واحد الليمونه وكنزيدها عليه صافي. وحاجه هنايا الكيك ديالي هو طاب كما شفتوا كيجي خفيف البسبوسه ديالي. وكنكب السيرو. اما الكيك يكون بارد والسيرو سخون، واما السيرو سخون والكيك اما السيرو سخون والكيك بارد، واما الكيك سخون والسيرو بارد. ما يكونوش بجوج سخان باش ما تعجنش لينا البسبوسه ديالنا. صافي كنسقيها كما شفتوا. مهم في هذه المرحله انا نسيت، في هذه المرحله دردروا عليها الكوك باش كيلصق ما حدها فازقه. انا نسيت حتى الاخر عاد دردرت عليها، ولكن نتوما في هذه المرحله منين تسخوي السيرو ديالكم غادي دردروا عليها الكوك. وكنردها في الفران مطفي. الفران ملي كنطفيه مطفي كنخلي الباب ديالو محلول وكنردها لداخل باش كتشرب هذاك السيرو ديالها مزيان. صافي هنا كما شفتوا بعد ما شربت ليا السيرو كما قلت لكم زينتها بالكوك. صافي غادي نقطعها معكم. صراحه هي كتجي هشيشه لواحد الدرجه. راكم عارفين البسبوسه كيفاش كتجي بنينه وهشيشه. مهم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. راه صافي يعني النهايه ديالو هو هذا. لاول مره كتشوف القناه ديالنا كنتمنى منها الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلا كانت شي وصفه، شي واحد بغى شي وصفه ولا هذا، كتبوها لي في التعاليق نصايبها لي على الراس والعين، ما كاين حتى شي مشكل. الفيديو ديالنا سهل هنايا. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا شي حاجه، وجربوها غتولي دائما معتمده عندكم وسهله وكتصدق من اول تجربه. صراحه سهله وزوينه، وكما شفتوا ما فيهاش مقادير بزاف، اقتصاديه. تقدروا ما ديروش يوغوري الا ما بغيتوش ولا هذا، يعني هذاك الشيء غير التنسيم. هو الاساسيات هو الزيت والسكر والحليب والكوك صافي وسميد والخماره اكيد. اما تبقى يعني اضافات ومنسمات وهذاك الشيء يعني تقدروا تستغنوا عليهم، ولكن ملي كيكونوا راه كيزيدوا مذاق، يعني كيزيدوا مذاق. والبيضه كذلك خاصها هي ضروري. المهم هذا هي البسبوسه ديالنا كما قطعتها معكم. كتجي شاربه السيرو ديالها وكتجي غزاله. صافي ما بقى لي دابا غير نودعكم ونقول لكم شكرا على المشاهده، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.